بصحة فطوركم إن شاء الله تكونوا لاباس. جيت وجبت لكم نوع من أنواع مملحات اللي تجيب لينا وطرية ونعطيكم سر البنة. كيما على بالكم بلي رمضان مملحات لازمة. نبداو بالعجينة. عندنا مرغف زبدة، نص كأس حليب دافئ، كأس دقيق رطب، بياض بيضة، نص ملعقة خمارة، نص ملعقة سكر، الملح. نسخنوا الزبدة كيما قلت لكم بلي سر البنة هي الزبدة، هي تعطينا سر البنة العجينة. نخلط كامل المكونات. انا حنخلط العجينه في الخلاط كهربائي. اللي ما عندهاش نورمال تعجنها بيديها ومن بعد تدلكها من با 5 دقائق وتقسمها اون دو وتخليها تخمر. كيما راكم تشوفوا كي نخلط المكونات نضيف فرينه حتى تلم العجينه معنا. فوالا تلمت معنا، نقسموها اون دو نخلوها تخمر نص ساعه ونوليها. بالنسبة للصلصة نحط طماطم مع شوية بصل والثوم، ودرت لها التوابل خليتها تتقلى. كما تشوفوا راهي واجدة معنا. جبت نص دجاج مرحي، ضفتلو بصل مفروم، معدنوس، الحبة بيض، لا شابلوغ والتوابل. طميت كامل المكونات كما تشوفوا. ومن بعد بديت نشكل في الكويرات. كل كويرات درت فيها شوية فرماج باش تطلق البنة. ابخي كي كملت كامل شكلتهم راح تقليتهم كما راكم تشوفوا. ابخي ما فاتت نص ساعه راح حليت العجينه وجبت الكويرات حطيتهم في الاطراف وطميت عليهم العجينه. ومن بعد تموس بديت نقص بين حبه وحبه كما راكم تشوفوا. ابخي بديت نقلب في العجينه كما راكم تشوفوا باش تعطينا الشكل الشباب. ابخي درت صلصه ودهنت الاطراف بالصفار البيض. ابخي درت الاجبال وديكوريتها. جا ديكور شباب، جا ديكور بزاف شباب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، جربوها وما تنساو ديروا الابوني وجيم. على خير مع وصفه اخرى ان شاء الله.